السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أي حاجة نصلي على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. معانا قصة يا جماعة غريبة مريبة، لو كاتبها إبليس وأخرجها يعني أبوه مش هتبقى بالطريقة دي. وكل ده عشان إحنا نسينا تربيتنا ونشأتنا وعلى قديمه، وبقينا النهارده ده انت تفكيرك رجعي، ده انت تفكيرك مش عارف ايه، ده انت بيئة، ده الكلام ده كله. وعاملين ماشيين مع التطور والطريقة اللي ما لها يعني ما يعلم بها الا ربنا. طبعا شرعا الشرع قال لنا بلاش الاختلاط طبعا، ولا في دماغنا حاجة. والناس الكبار قالوا لنا صاحبي وصاحبك في الامثال على القهوة، برضو ما عجبناش، ماشيين من دماغنا. معانا قصة اتنين اصحاب ما كانوش بيسيبوا بعض الا على النوم، احمد وعلي. كان بينهم وبين بعض سنتين اتنين، احمد اكبر من علي بسنتين اتنين، ولكن كانوا اصحاب وبيحكوا لبعض على كل حاجة. كل حاجة كانوا بيحكوها لبعض، وكانوا تقريبا شغلتهم الاتنين شغالين في المعمار. يعني واحد منهم كان شغال في بتاع محارة والتاني بنا. الحقيقة كانوا يعني بعد ما بيخلصوا شغلهم ويروحوا، طبعا انتوا عارفين ان بتوع المعمار دول بيروحوا على الساعة 6، 6:30، 7 يكونوا في بيتهم يعني، على ما بياخدوا لهم دش وبتاع والكلام من كده ويقعدوا عشان ايه، يتغدوا. بيبقى الغدا بتاعهم في الوقت اللي هو من 6 ل7 للكلام ده كله. الحقيقة هما كان وصل بيهم العشم لدرجة ان ايه، يعني ده عارف دي طبخت ايه وده عارف دي طبخت ايه، وما تيجوا النهارده ما تجيب المدام وتيجوا اما ناكل النهارده مع بعض، ما تيجوا ده انا عامله لقمه كويسه، والتاني يقول له ما تيجي ده انا عامل لقمه كويسه. كان بينهم وبين بعض انفتاح واسع. كان مرات علي ما بتحبش الاختلاط قوي، يعني مرات علي ما بتحبش الاختلاط. فلما كان علي يجي يقول لهم تعالى اما نروح عند احمد، كانت بتبقى ايه زي ما بيقولوا متضرره. هي ما بتحبش الخلط اكتر من اللازم، بتقول لك خليني انا قافله على نفسي، انا لا عايزه حد يعرف انا طبخت ايه ولا عملت ايه ولا امكانياتي ايه ولا احنا ظروفنا ايه. بيني وبينك ست عاقله، ست راسيه، ست بيقولوا عليها كمل. دي الست اللي بيقولوا عليها كمل، ولكن هي في وسط الناس الجداد والناس اللي مش عارفين حاجه في الدين يقول لك ده ست رجعيه، ده ست قافله على نفسها، ده ست مش اجتماعيه. خلينا احنا بقى في الستات الاجتماعيين. مرات احمد ست بقى روحها حلوه ونفسها واسع، ومفيش مشاكل، نروح عند علي ناكل، نروح عند فلان ناكل، نروح هنا نسهر، نروح هنا نعمل، مفيش اي مشكله. علي معاه ولدين، احمد ما شاءش القدر ان هو يخلف، بقاله سنتين اتنين متجوز وما شاءش القدر ان هو يتجوز. المهم راحوا الدكتور واتنين وتلاتة واربعة وصرفوا كتير وما حصلش نصيب. المهم علي قال له ده في دكتور في الزقازيق، الراجل ده كان في واحد صاحبي ما بيخلفش، على اساس يعني ان المشكله في الدكتور، يعني هو يروح للدكتور فالدكتور هو اللي ايه البركه، هو اللي هيحط الرزق يعني. المهم قال له ده في دكتور في الزقازيق كويس وبتاع. المهم فراحوا بتاع الزقازيق، بتاع الزقازيق قال نفس الكلام اللي هو قالوا الدكاتره اللي قبل كده. المهم عشان ما اطولش عليكم، قام قال ايه، طيب خلاص مفيش مشكله ان شاء الله باذن الله، طالما علي بيقول ده كده هنتابع مع الدكتور ده والكلام ده كله. عمنا علي بقى يروح معاهم في الكشوفات والكلام ده كله، وتقريبا بقى مطلع على كل حاجه تخص احمد. المهم ما حصلش نصيب برضه، بعد شهر، بعد اتنين، بعد تلاتة. عمنا احمد كان من الناس اللي هي الدغري. يعني ايه الدغري؟ لما بيقعد راجل راسي وعاقل وكده، وما بيحبش لا الهزار ولا بيحب كده ولا الكلام اللي ملوش ريحه اللازمه. عمنا علي كان راجل دمه خفيف وبيحب الهزار، ولما ما يجيش بقى تبقى القعده شكلها رخم. المهم الحكايه قعده من هنا على قعده من هنا على استلطاف على ايه، الموضوع كان وصل لعشم بينهم ان هو ايه، يعني تقدروا تقولوا ان هو ممكن ياخدها ويروحوا للدكتور لو هو عنده ده ظروف، احمد عنده ظروف،
ان هو اللي ياخدها ويروحوا الزقازيق. ففي مرة من ضمن المرات وهم في الزقازيق وحصل بينهم، يعني تقدروا تقولوا بقى في وقت ان هم يتكلموا مع بعضهم براحتهم، حصل بينهم بعض الانسجام وبعض الايه المشاعر اللي هي يعني تقدروا تقولوا مش من حقهم اصلا ان هم يحسوها. ومن عند اللحظة دي وجات لعلي فكرة وقال لها طب ما احنا نبقى مع بعضنا، بس من غير جواز ولا من غير اي حاجة، وهي فرصة والامور وكده والحكاية والرواية. طبعا احمد لا حاطط خوانة ولا اي حاجة ولا الكلام ده كله، بس احمد غلطان. ازاي يا عم الحاج تودي مراتك مع واحد؟ طب هو لما يجي عندك البيت ما اديك قاعد، انما تبعته معاها. بدأت مرات علي تحس بايه؟ بان علي بدأ يحصل عنده بعض التغيرات. ايه بعض التغيرات؟ اللي هي اللي انتوا عارفينها، اللي اي ستة بتبقى عارفاها، ان لما يحصل عند جوزها ان هو يعني بيبقى ممكن بيعمل حاجات بره او الكلام ده كله، ربنا يكفينا الشر. بتبقى يعني هي عارفة ان هو ممكن يكون له بعض التجارب بره. فمرات علي حست بالكلام ده، وبعدين بدأت تحس قوي قوي بقى لما بدأ ايه يعني ده انا خارج كتير، ده انا كاني، ده انا ماني، ما كانش متعود على الكلام ده، يعني ما كانش بيحصل الكلام ده. وبدأ يغيب من الشغل كتير، بدأ يغيب من الشغل كتير مش زي الأول. فطبعا هي شايفة ان ايه في خيبة امل، بس خيبة الامل دي جاية منين؟ مش قادرة تحدد، مش قادرة تعرف، ولا قادرة يعني تشك واحد في المليون ان هو ممكن يكون بيفكر في حاجة زي كده. اكتر ما كاتمه يعني كده ان هي قالت له انت في شله انت تعرفها غير احمد هو اللي مخيبك وبتاع وكلام من كده، واحمد بيروح شغله وملتزم وبتاع والكلام ده كله. المهم لحد ما في يوم قالت له ده انا حامل. مرات احمد قالت له انا حامل. طبعا الفرحه ما بقتش سايعه. كل يا ولداه اللي هو ضرب في دماغه ان الدكتور شويه الحاجات اللي هو كتبها لها، ان هي عملت شويه شغل مع شويه الحاجات اللي كتبها له، المهم ان الدنيا ربنا وفقها. ولكن ان الحمل كان للاسف من صاحبه علي. الحمل كان من صاحبه علي، ربنا يكفينا الشر. وكل ده بسبب الاختلاط، وكل ده بسبب الاختلاط. احمد جاب عيل، ومن حبه في علي قال سمى علي، سمى الواد الكبير علي. وجه ربنا كرمها بعد سنتين اتنين كمان او سنتين ونص، ربنا كرمها ببنت كمان. لحد واحد من بتاع الدليفري كان هم واخدين عليه ان هو بيتصلوا بيه لما يعوزوا حاجه يجيبوها لهم بتاع الكلام من كده، الامور دي كلها. لحد ما في يوم كان علي ومرات احمد بيتقابلوا في شقه في حته يعني ناحيه طنطا كده، مأجرينها. عشان كده البيه كانت فلوسه بتقل كتير، وكان بيغيب والكلام ده كله من الشغل. لحد ما شاء القدر سبحان الله ان المطعم اللي هم طالبين منه عشان ربنا يعني الغلبان ده يعرف مصيره، ان الولد ده اللي هو متعود عليهم ده يجيب لهم الطلبات ده، يشاء القدر ان المطعم اللي هم طالب منه ان هو اللي يودي الاوردر ده. راح ضرب الجرس مرة واتنين لحد ما قامت طلعاله مرات اسمه ايه ده، وهو جاي وراها بتاع الدليفري وصل لقاهم الاتنين. وكانت بداية ان احمد يا ولداه يعرف مصير اولاده اللي هم مش من صلب. الحقيقة انا مش عارف اللي بيجي له قلب انه يعمل حاجة زي كده
يعني مش عارف ربنا هيعمل فيك ايه، ربنا هيعمل فيك ايه. ملخص الموضوع يا جماعة، يعني طبعا حصلت بقى ان هم بعد كده عملوا تحليلات وعملوا وفي الاخر اكتشف ان الاولاد مش اولاده، وحاجة طبعا حزن الحزن، وحاجة يكفينا الشر. المهم انا بقى حكيت القصة دي، وبنسرد القصة دي كلها عشان اقول ايه؟ الاختلاط، الاختلاط، الاختلاط يا جماعة. الشرع لما حلل اي حاجة ما نتكلمش فيها، ولما الناس بتوع الامثال الكبيره يقولوا لنا على حاجات نمشي وراهم، ما نقولش لا. اتمنى تكون القصه عجبتكم، واتمنى ان احنا ناخد منها عظه بعدم الاختلاط. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.